كل الناس اتريقت على طوله، بس هو ما استسلمش ومشي ورا حلمه وبقى افضل لاعب في بطولة كاس العالم للأندية. طب واحدة واحدة وخلينا نعرف القصة من أولها. روبرت سانشيز مكانه في الملعب حارس مرمى وبيلعب في تشيلسي حاليا. في يوم من الأيام كان في راجل إنجليزي اسمه خوان بيدور على بنت الحلال اللي يتجوزها، وفي يوم بالصدفة البحتة شاف اللي خطفت عينيه، اسمها ماريا من أسبانيا. فتحوا كلامه، هو قال كلمة وهي قالت كلمة وهوب اتجوزوا. وعدى اليوم الأول التاني وجري الزمن لحد ما طلع على وش الدنيا روبرت سانشيز. بعد ولادته بسنين سبحان الله والديه اكتشفوا ان ابنهم روبرت كان فيه ميزتين، بس في واحدة منهم كانت بالنسبة لروبرت لفترة معينة عيب. الميزة سرعته في رد الفعل، يعني لو حد حدفه بحاجة بيعرف يمسكها، او لو حاجة هتقع بيلحقها قبل ما تقع. اما العيب بالنسبة لروبرت كان طوله. ما تستعجلش اقول لك ليه كان عيب بالنسبة له، ولو كملت القصة للآخر هتعرف ازاي اكتشف ان دي ميزة. خلينا نعرف الاول ليه كان عيب بالنسبة له. في 2013 وهو في عمر ال 12 سنة كان طوله 180 سم، طفل يعني، بس هو كان اطول من كل زمايله في المدرسة بشكل واضح، والولاد كانوا بيتلموا عليه كل شوية وتريقة من هنا على تنمر، وروبرت لا حول ليه ولا قوة. بس يا سيدي هو ما استسلمش وما سمعش كلام الناس ومشي ورا حلمه، وهنا بداية القصة. بعد تدريب في اكاديميات صغيره، ابوه وامه في نفس السنه 2013 قرروا يجوا على نفسهم شويه في المصاريف ويودوا ابنهم روبرت الاكاديميه، بس مش اي اكاديميه، عارف كده الاهلي والزمالك في مصر، هي كده بالظبط. راح لاكاديميه نادي محترف اسمه برايتون. طبعا روبرت لما راح هناك لقى كل حاجه مختلفه، هناك لقى الاهتمام، احترام من زمايله والمدربين، وحتى شكل التدريب هناك كان مختلف. بس مش معنى كده الموضوع كان سهل، لا، فضل يتدرب ويطور من قدراته ويشتغل على نفسه بجد من 2013 ل 2018. هنا بقى تبدأ مسيرته الاحترافية. اتنقل أخيرا من الأكاديميات ومراكز الشباب للدرجة الرابعة في نادي اسمه فورست جرين روفرز. كان روبرت في الوقت ده مبسوط جدا، بدأ يشوف حلمه بيتحقق. لعب هناك وكسر الدنيا من 2018 ل 2019 وكان عمره وقتها 21 سنة، وهقول لك طول وصل لكام في آخر القصة، بس ركز معايا. 2019 بقى اتعمل له إعارة أو انتقال مجاني بدون عقود من النادي اللي اتكلمنا عليه فورست جرين اللي في الدرجة الرابعة لنادي اسمه روتشديل في الدرجة الثالثة. هنا مستواه عالي شوية لحد 2020. 2020 تم عمل إعارة من فريق روتشديل لأول نادي لعب معاه. فاكرين نادي برايتون اللي لعب فيه 2013؟ روبرت رجع له بس ما رجعش للأكاديمية تاني، لا، هنا راح للدرجة الأولى وكمان تم توقيع عقد معاه في النادي، يعني فلوس أكتر، احترافية أكتر، وفرحة بعد زعل كتير خلال فترة طفولته. من هنا بقى مسيرته الاحترافيه ابتدت، بس ما كانش اساسي في التشكيله، يعني كان احتياطي، لو الحارس الاساسي اتصاب او اي حاجه عطلته عن اللعب بيجي روبرت مكانه. بس الوضع ده ما استمرش ووقف اول ما الحارس الاساسي ماثيو رايان مشي من الفريق في النص الاول من الموسم 2020-21. وروبرت ولأول مره في تاريخه لبس تيشيرت رقم 1 وبقى اساسي في الفرقه، وكمل مسيرته الاحترافيه من اول النص الثاني من موسم 2020-21. فضل اساسي في برايتون والنجاح كبر معاه اكتر، واتعمل له اول استدعاء لمنتخب اسبانيا في اليورو 2021 بعد التاجيل، وهو راح بس كان احتياطي وما لعبش ولا دقيقه. بس اول ماتش دولي فعلي لعبه كان يوم 5/9/2021 تصفيات كاس العالم، والزمن جري بسرعه لحد 2023 واتنقل لتشيلسي. هنا بقى احنا ممكن نقول حلمه خلاص اتحقق. من اول ماتش في الدوري الانجليزي اختار قميص رقم 1 وبقى اساسي في الفرقه، و28/5/2025 فاز بدوري المؤتمر الاوروبي مع تشيلسي. نيجي بقى للمعجزه واللي كنت عاوز اوصل لها باي طريقه من اول الفيديو، كاس العالم للانديه 2025، معجزه عالميه. هحكي لكم قصه البطوله من اولها لاخرها، وهيبقى في بطلين في القصه، واحد اسمه باريس والتاني اسمه تشيلسي. خلينا نعرف مين باريس. باريس ده يا سيدي راجل غني بس عنده مشكلتين، انه جاحد ومفتري، واي حد بيقف قدامه بيشوطه. اما تشيلسي ده راجل طيب في حاله، ملوش دعوه بالمشاكل وبيبعد عنها، بس كل ده طلع تمثيل، وكان بوشين، بيشيل الوش الطيب وقت الضروره بس. باريس كان في خناقه كبيره اسمها دوري ابطال اوروبا، وكان حوالينه عمالقه، بس المدرب الخصوصي لويس انريكي دربهم وخلاهم يطلعوا من الخناقه بالكاس الاوروبي. باريس اتحط في خناقه جديده اسمها كاس العالم للانديه، والكل كان متوقع انه هيكسب، بس حصل معجزه. تابعوا معانا الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل. بس لو كملت لغايه هنا ما تنساش بقى اللايك البسيط والاشتراك. الحاج باريس نزل قدامه فرق صعبه، بس عشان هو جاحد ومفتري عداهم كلهم ووصل للنهائي. اما تشيلسي عشان طيب وسالك نزل قدامه ناس كده من اللي هم على الله ان شاء الله لحد ما تفرج، واحد برتغالي على 2 برازيلي، فعداهم بسهوله لحد ما وصل هو كمان للنهائي. هما الاتنين بقى تلاقوا في النهائي الشرير والغلبان، وسبحان مغير الاحوال، من اول الماتش لحد اخره الشرير قلب لقطه والغلبان قلب لنمر. فضلوا يجروا ورا بعض في الملعب لحد ما الاسطوره كول بالمر جاب الهدف الاول لتشيلسي، وبعدها ب8 دقايق هو نفسه جاب الثاني، والثالث جه قبل ما الشوط الاول يخلص.
الماتش فضل على النتيجة دي لحد ما خلص 3-0 لصالح تشيلسي، وافضل لاعب في الماتش والبطولة هو طبعا كول بالمر. وفاكر من اول الفيديو خالص لما قلت لك وبقى افضل لاعب في بطولة كاس العالم للاندية. وايوه يا زميلي، روبرت سانشيز خد القفاز الذهبي، يعني افضل حارس في بطولة كاس العالم للاندية. ففي النهاية حابب اقول لك الناس هتضحك عليك، تتريق وتقول مش هتوصل، بس انت مش محتاج تبقى محبوب عشان تنجح، ومش لازم تتولد غني عشان توصل. اللي محتاجه بس تمشي في سكتك وما تبصش وراك، وبكره نفس الناس اللي كانوا بيشتموك هيفتخروا انهم عرفوك. ولو عجبك المحتوى ده وحابب تشوف فيديوهات وقصص جديدة، ما تنساش اللايك والاشتراك. وكان معكم فورماجي الكورة، وأراكم الفيديو القادم. سلام.